ابوي تعال الحق بسرعه. مالك؟ امي ماسكه تليفونك وماسكه لها سكينه وقاعد تبكي، شكلها شافت حاجه في تليفونك. والله كذاب. والله العظيم. والله انت نقصت رقصه. سلمى، تعال معي. صدقني الهروب ما الحل المثالي. اسكت يا سعدون بقى، انت ما بتعرف حاجه. اسكت عليك الله. انت لازم تواجه. المواجهه انسب حل. سعدون بقى، انت ما بتعرف امك. ما بتعرف امك دي لو لمت فيني هتقطعني كده وتحطني في كيس وتدخلني كده جنب الخضار في الثلاجه. اسكت. يعني ما لازم تكون شافت حاجه في تليفونك بالمناسبه. الاحتياط واجب يا سعدون بقى. الاحتياط واجب. خلي بالك من نفسك، وخلي بالك من امك ومن جدك، وانا كل من فتره للتانيه كده هطمن عليك. طيب خلاص تعال نديها نظره وداع. دي كانت بتقطع بصل. ومصيبتها الملكه بتقطع البصل بيدينا. سعدون بقى، امشي شيل البطاقه وامشي اشتري لها افضل جهاز لتقطيع البصل، يا ذكر. وجيب لها اجود مناديل في السوق عشان تقول شباب دموع دي. تستوستيرونك صدعني. دموع النازله من عيون الحلوه دي. مالك الليله غريبه. ما لي 3 شهور قاعد اقول لك دايره خلاطه في البيت. ما دار تجيب لي. هو اللي كان حيتخلط الليله. ابوي ارجع شنطه. شنطه شنو؟ لا شنطه شنو؟ شنطه اللابتوب. هو قصده شنطه اللابتوب. صدوم بقى امشي على يلا. جيب قروش. ما في قروش. هتديني قروش ولا اكلم امي انك انت كنت داير تسيب البيت؟ كيف يعني كان حيسيب البيت؟ كنت قاعد افتش على بيت جديد يعني عشان بيت يكون في مقامك يعني يليق بيك يليق بالملكه عشان نرحل فيه وبتاع. صدوم بقى امشي شيل القروش من المحفظه. اشيل من هناك اي. وانت شيل من هنا.